ساب المايك مفتوح وقال انه عايز يروح بيت الراحة، وكانت هتقع من اول دقيقة جوه المهرجان. لكن الغريبة اللي حصل لها موقف محرج وهي ما حضرتش. مواقف الممثلين بيتحطوا فيها مش على بالهم في المهرجانات، واخر المواقف دي كان اللي حصل للفنانة منى شلبي وهي بتستلم جايزة من الفنانة يسرا. والغريب انها طلعت والوضع كان طبيعي جدا، لكن مرة واحدة لاحظنا ان في مشكلة في ظهر الفستان. لكن سرعة بديهة الفنانة القديرة يسرا انقذت الموقف ووقفت وراها وفضلت ماسكة ليها الفستان من ورا علشان تعرف تقف تقول الكلمة بتاعتها وتتكلم براحتها وتستمتع باللحظة اللي أي فنان بيستناها. بس الحقيقة المواقف اللي من النوع ده للفنانين مش بتخلص، وأغلب المواقف دي بتكون لفنانات، بتكون كمان بسبب الفستان أو الكعب. وكان في 2021 انتشر فيديو من ختام فعاليات مهرجان الجونة لواحدة ماشية على الريد كاربت وقعت بشكل قوي، وبعدها بوقت قليل انتشر الفيديو واتقال إن اللي في الفيديو دي الفنانة ريم البارودي، وبدأوا يسألوا هي بخير ولا لأ وإيه اللي حصل لها، علشان تطلع الفنانة ريم البارودي وتقول مهرجان الجونة إيه يا جماعة انتوا بتتكلموا بجد؟ انا ببيتنا ومعرفش مين اللي وقعت، وعيب على اللي قال ان دي ريم البارودي، والف سلامه على اللي وقعت. وكانت دي من اغرب الحاجات اللي حصلت، انها تتعرض لموقف محرج من غير حتى ما تكون في الجونه كلها، مش بس في المهرجان. وللاسف وقعات الريد كاربت مش بتكون بسيطه زي ما احنا متخيلين، خصوصا لما بتحصل مع تاريخ كبير زي الفنانه نادية الجندي. وده اللي حصل في مهرجان القاهره السينمائي من كام سنه، لما كانت واقفه على الريد كاربت ولسه بتتحرك مع المساعدين بتوعها، ومره واحده وقعت بدون سابق انذار. الوقعه كان شكلها طالع في الكاميرات اللي ممكن تكون أثرت على الفنانة نادية الجندي، ووقتها كمان نزل أخبار إن احتمال يبقى حصل كسر أو مضاعفات، لكن عدت على خير وما حصلهاش مشكلة نتيجة الوقعة دي. ونفس الموقف ده كانت هتقع فيه الفنانة منى زكي في مهرجان الجونة سنة 2021. أول ما دخلت وبدأت تتصور على السجادة الحمراء وكله بيصورها وبينده لها علشان تبص لهم ويعرفوا ياخدوا صورة، كانت هتقع لأن الفستان ديله كان كبير. ومن حظها الحلو إن في حد من المنظمين كان واقف ولحق الموقف، وقدرت تكمل تصوير عادي، وبعد ما خلصت نفس الشخص ساعدها علشان تعرف تمشي من غير ما يحصل موقف يحرجها. بس مش كل المواقف المحرجة بتبقى وقعات، في مواقف تانية بتبقى مضحكة، زي مثلا سنة 2017 حصل موقفين ورا بعض وقت تسليم الجوائز. بعد عرض فيلم الشيخ جاكسون، المخرج عمرو سلامة ندى على فريق العمل كله علشان ياخدوا صورة مع بعض، بس لقوا ان البطل مش موجود والكل فضل مستنيه لحد ما عمرو سلامة قال احمد الفيشاوي في الحمام، والموضوع اتقلب ضحك. وبعدها كان الزعيم عادل امام هيتكرم، وبعد ما قال الكلمة بتاعته واتكرم خلاص وسلم على الناس، وقف جنب المايك وقال انا ذاهب للحمام بس بشكل كوميدي. ورغم انه كان بعيد عن المايك لان الناس عرفت تقرا شفايفه والقاعه كلها اتقلبت ضحك. قولوا لنا انتوا بقى بالنسبه لكم ايه اكتر موقف محرج فيهم؟